هشام الصغير، مواليد وجدة، 35 سنة. طلعنا في حي شعبي يسمى بحي مولاي ميلود بلازاري، الذي يعد من أكبر الأحياء في إفريقيا. الدراسة في الابتدائي كانت في مدرسة عثمان بن عفان، آنذاك كانت تسمى بمدرسة مولاي ميلود. الإعدادي في إعدادية الرياض. أما الثانوي فكان في ثانوية واد الذهب، العلوم الرياضية. الحمد لله كنا كنجيبوا نتائج جد مشرفة، نتائج يعني كنا في المراتب الأولى. هذا الشيء خول لينا باش ندخلوا الأقسام التحضيرية المدارس العليا للمهندسين. ومن بعد الأقسام التحضيرية المدارس العليا للمهندسين دخلنا لباب الأعمال من أبوابه الواسعة، وذلك في مدينة الدار البيضاء، واشتغلنا على الصعيد الوطني ككل. كأي رجل أعمال كيكون عندنا متابعات للسياسة، وكنحاولوا نشوفوا البلاد فين غاديه، الاتجاهات ديالها، باش كنعرفوا فين نوجهوا الاستثمارات ديالنا وفوقاش نستثمروا، واش نكتفوا فيها واش ما نكتفوش، واش ننتظروا. هذا الشيء اللي خلانا لما جاء حزب الأصالة والمعاصرة في البداية ديالو كحزب فتي وجديد، تعاطفنا معاه وكنا متتبعين ديالو، وكنا كنحاولوا نشوفوا التطور ديالو في هذه البلاد باش نحاولوا نديروا دفعه ديال الاستثمار في هذا البلد الحبيب. الاخوان واصدقاء في حزب الأصالة والمعاصرة في الجهه الشرقيه رشحونا لهذا المنصب. في حقيقه ما شفنا الظرفيه الحساسه ديال الجهويه المتقدمه، ما قلنا ولا بد ما ندخلوا ونديروا يدينا ان شاء الله باش نعاونوا هذه البلاد هذه من اجل الاجيال الصاعده ومن اجل مستقبل تاع وليداتنا.